راسهم بلغوا يعني باش نكونوا يعني خلينا من هذاك النفاق والتنمر، يعني التنمر غير على ولاد بلادي ما نقبلوش. الابواق المخزنيه على راسهم بوبعرهم ترامب الذي اعترف بمغربيه الصحراء الغربيه بتويت، ما عرفت قداش خلصتوه. ها هو خرجتني شكلي مال عقلي واتي حلاوه محلي وعمي الصالي يصلي وكل شيء ديال الله. السلام عليكم. الاول طرف المحللين الجزائريين. وتوقفت الابواق وعلى راسهم بلغوا يعني باش نكونوا يعني خلينا من هذاك النفاق والتنمر، يعني التنمر غير على ولاد بلادي ما نقبلوش. ولكن هذاك بلغوا ضفدعه اللي خرج بتحليل يعني نسى كل ما قال الرئيس الجزائري. ديروا في بالكم بلي الرئيس الجزائري تطرق الى العديد من النقاط حول البرنامج نتاعو تاع العام اللي فات وتاع هذا العام اللي راه جاي. هذا ما كان وعلي قبل يمين سغضحكوا وها وجهي ها وجهكم الى ما ضحكتوش. حول الحوار الوطني، حول الجزائر التي دخلت مجموعة الدول الناشئة، حول المنظمات الدولية التي تصنف الجزائر بأنها قامت بقفزة نوعية فيما يخص الصناعة والتجارة خارج المحروقات، وقانون البلدية والولاية اللي رانا معمولين الجزائر تتعمل. يعني كل هذه النقاط ما تطرقوا لهاش، خليها علي انا. تطرقوا الى الجمله التي استعملها الرئيس الجزائري عندما قال ان فرنسا بعثت لنا بمحتال من مجهول الهوية والنسب لكي يخلط الأوراق ويشكك في وحدة التراب الوطني. يعني وقفوا عند هذه النقطة. وباش نكون صريحة يعني وموضوعية وحقانية، الأبواق المخزنية وعلى رأسهم بلغوا، والأبواق المخزنية اللي تحسب على الجزائر غلطا لأنها أصبحت يعني وتعرت أمام العالم، وكان هادشي بصح ما فيش آخرها عبود اللي هو رأس القائمة، لأنه هو اللي علمهم المهنة. يعني عبود علم المهنة لهذه الأبواق اللي احنا نقولوا دوزيام جينيراسيون دو تخوازيام جينيراسيون اللي راهم محسوبين على المخزن. واش تحوش يا حلو واش تحوش على رأسهم بوبعرة الذي قالها صراحة باش تخرجوا من التخلف، قالها يعني نصيحة لتونس وموريتانيا. المهم قلت لكم هذه الأبواق كاملة وعلى رأسها تقلاب أيضا قالوا يعني توقفوا عند الجملة وبلغوا وانت هابط. قالوا بلي الرئيس الجزائري شوفوا كي داير داك المستوى تاع الرؤساء، شوفوا كيفاش يعني احنا دروك فهمنا علاش الشعب الجزائري ورانا ندعموا فيكم، علاش راكم ما راكمش راضيين. هذا وين فهمنا. شوفوا الرئيس كيتكلم. اذا يا بلغوا ويا بوبعرة وسقلاب وسليبي وجماعتكم، نعطيكم يعني براهين على كلام قالوه رؤساء دول انتم تعبدوهم، ماشي تبجلوهم ولا تعبدوهم، تعبدوهم. شوفوني. اولهم ترامب الذي اعترف بمغربيه الصحراء الغربيه بتويت، ما عرفت قداش خلصتوه وراكم تنتظروا فيه باش يرجع باش يدير الجزء الثاني مسلسل ولا. ترامب واش قال على المعارضه؟ قال على المعارضه الامريكيه يعني الامريكيين، قال عليهم انتم حشرات ولازم صعقكم ونعفسوا عليكم، وقال لهم هما سراقين ونهابين. والمعارضة في أمريكا اتهمت ترامب باللي نازي وهتلر، يعني اتهمهم أنهم حشرات رئيس دولة. يعني احنا الرئيس تاعنا بعد كي قال له مجهول الهوية ولكن ما نحاش عليه أنه إنسان عبد، هذا قال عليهم حشرات. الرئيس ماكرون اللي نعاود سنية معكم الحماية مجددا يعني المخزنيين، عندك هذه ممتازة. أتمم قال على سكان المايوت اللي هما فرنسيين زادوا فرنسيين ومحسوبين على فرنسا، مقاطعة فرنسية محسوبين أنهم فرنسيين بيان بنيان. قال لهم يعني لولا فرنسا كون راكم، وغادي نستعمل كلامه، كون راكم في لا ميرد لا ميردا. داكور ما نقولهاش بالعربيه اللي خلناها تجي خشينه بزاف ولكن تفهموها. قال لهم كون راكم في لا ميردا. وكيفاش نعت الناس اللي يجوا من جزر القمر للمايوت والجزر المجاوره. قال لهم فرنسا لا تصطاد فقط الطونه والسمك،
يعني السفن تاع فرنسا لا تصطاد الطونه والسمك، وانما تصطاد ايضا سكان القمر. يعني وصف الناس بانهم اسماك. هادو احباء تاعكم اللي تبجلوا، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا هم تعظموهم وتعبدوهم. واخرهم سانشيز اللي قال لهم اللي يهضر على سبته ومليليا ما يشوفش الليل، ما يشوفش النهار. ردوا بالكم تحكوا على سبته ومليليا. علاش ما درتوش تحاليل وما توقفتوش على هذا؟ تبون علاش قال بعثتوا لنا محتال؟ لانه اعتمد على كلام سياسيين فرنسيين. لما اعتقل هذا سانسال واللي قال انه كاين مدن جزائريه تابعه للمغرب، وتكلم في قناه عنصريه وطيح بالاسلام والمسلمين. يعني قال المشكل تاع العالم هو الاسلام، ما قالش المتطرفين، قال الاسلام. هذوك تبلعتوا فامكم، ما تهضروش هذه. سجل يا تاريخ واكتب يا سليم. وقال لو غران رومبلاسمون، هو اللي خرج فكره لو غران رومبلاسمون وحطها في طبق من ذهب لإيريك زيمور وجماعته. اذا علاش قلت لكم الرئيس الجزائري قال محتال؟ لانه نهار اللي جا سنسال واش صرا في الليل؟ مع من تعشى؟ مع السفير الفرنسي السابق بالجزائر. دروك شي يدير كاتب، هما دروك راهم يقولوا اطلقوا سراحه لانه كاتب، ما قالوش لانه يمجد لو غران رومبلاسمون وهو اصحاب العنصريه، نو، لانه كاتب. دروك انت سياسي شادرت معاه، علاش تعشيت معاه قبل ما يجي الجزائر؟ يعني الغدوه جاي الجزائر صباح. وغوتايو رقم 1 في الحكومه الفرنسيه واش قال؟ قال اطلقوه الجزائر ماشي بلاد ديمقراطيه، وانا كنت نتراسل معاه باستمرار. دروك انت وزير في الحكومه ياك، علاش تراسل في كاتب جزائري يتهم الجزائر بانها دات مناطق، يعني مناطق ماشي نتاعها؟ علاش؟ يعني نتوما اللي عطيتوا الجزائر المطرق باش يصوتوكم. يعني الجزائر على بنات الاتهام نتاعها على كلام نتاعكم. دروك كاتب واش دعوته مع السياسيين؟ المهم قلت لكم هذه الابواق توقفت غير كلام هذا، والقدس العربي والشرق الاوسط والصحف العربيه تاني توقفت عند هذه النقطه، وتناسوا كما قلت لكم كل النقاط اللي قالها الرئيس الجزائري. الرئيس الجزائري عرى فرنسا امام العالم. شكون اللي عنده يا دولا شجاعه اللي يقول لهم اذا كنتم شجعان فاعترفوا بجرائمكم، واعطاهم الادله. اعطاهم الادله نتاع الاباده اللي قامت بها فرنسا ملي دخلت للجزائر من 1830. يعني قبائل نحوها من الوجود، حرق، قطع الجماجم، قطع الرؤوس، والافتخار بها في المتاحف. قال لهم هذه ماشي دليل على الاجرام، افتخار بالاجرام والتعديل. قال لهم الجزائر كي دخلتوها كنا 4 ملايين في 1830، خرجتوا 9 ملايين، يعني قرن ونص زادوا غير 5 ملايين، هذا ماشي دليل على إبادة. وقال لهم وأحداث 1945 لما الجزائريين خرجوا باش يطالبوا باستقلال اللي وعدتوهم به، ما قتلتوش 45,000. وقال لهم بشهادة الجنود الفرنسيين، قالوا لما دخلنا الجزائر لقينا شعب متعلم، ولما خرجتوا 90%. نتمنى إلا عجبك الفيديو اشترك معنا في القناة ودعمنا بلايك باش يوصلك الجديد ديالنا. الله يقوي الخير، الله يلحق الوليد.